ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. إذا استطعت أن تكون منهم فكن، لأن باختصار الله إذا ضحك إليك أو أحبك الله فزت بالدنيا والآخرة. الواحد لما بيفكر في المعنى ده، الله يضحك إلي أنا، الله يحبني أنا، فإذا أحبك الله قضي الأمر. الإنسان ربنا يحبك ويضحك إليك يوم القيامة وفي الدنيا لازم تكون واحد من ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: قال الأول الذي إذا انكشفت فئة قاتل بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله، فيقول الله: انظروا إلى عبدي صبر لي نفسه. يعني باختصار، لو رأيت الدين ينتهك أو يحارب في أي مجال من المجالات فدفعت عن الدين وكل ما أوتيت من قوة، فكان الجزاء إما أن تموت وإما أن ينصرك الله، يضحك الله لك. الثاني الذي رجل له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فقام من الليل فيظهر شهوته فيذكرني ويناجيني. راجل متجوز، زوجته حسناء جميلة وله فراش لين، ترك كل هذا حبا في الله، عند الأنس بالله. الشوية دول أهم من كل اللي أنت بتتكلم فيه ده. الثالث الذي يكون في سفر معه مجموعة من الناس، فسهروا ونصبوا وهجعوا، فقام هو في السحر في السراء والضراء لذكر الله، يخلو بربه. إذا استطعت أن تكون واحد منهم